السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، دي قناتي ايه من المطبخ. فيديو النهارده خفيف، عصير في السريع لذيذ ومنعش. باذن الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقه، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك. اول حاجه معايا كده 4 برتقانات، هبدا بقى اقشرهم بقى التقشيره الحلوه بقى المعتاده بتاعتنا دي. بس اهم حاجه لما اقشرهم اقشر طبعا القشره البيضاء، عشان دي ممكن تمرر معايا العصير. بعد كده هبدأ اقطعهم حلقات بالشكل ده. هجيب كمان عندي شهد، هبدأ برضو اقشرها كده. سواء بقى هتقشريها التقشيرة دي او تقشريها كده بالطول، التقشيرة اللي تعجبك طبعا اعمليها. هبدأ بقى اقطعها كده لمكعبات كبيرة شوية. طب اول حاجة بقى في شفشق الخلاط كوباية مية، واحط عليه بس البرتقال اللي هم 4 البرتقانات اللي انا قطعتهم حلقات. في الشفشق عندي كوباية مية والبرتقال بس، ما حطيتش اي اضافات تانية. بعد ما ضربتهم بقى كويس كده في الخلاط هبدأ اصفيهم. وبعد كده هرجع طبعا احطهم برضو في شفشق الخلاط مرة تانية، واحط كوباية من السكر، واحط كمان بقى شوية كده من مكعبات التلج، وكمان احط الشهد اللي قطع. يعني بص، عايزة اقول لكم ان الشكل اصلا حلو جدا من قبل حتى ما يتضرب. طب بعد كده احط ايه؟ بعد كده احط معلقة من النعناع الاخضر، سواء بقى ناشف او فريش. ابدا بقى اضربهم كده، بس انا بضربهم ضرب متقطع بحيث اضمن برضو ايه سلامة الخلاط او ما يبص معايا. طب بعد ما ضربتهم بقى كده كويس، هجيب بقى كده عندي تلج، هنزل بيه برضو كده في الكوبايات. هنا كنت نقلت يعني العصير هنا في الشفشق بحيث ايه يكون اسهل واحسن. عايزه اقول لكم ان العصير طعمه حلو جدا منعش. طبعا كلنا بنبقى محتاجين جدا للعصاير في الصيف. باذن الله تجربوه ويعجبكم. لو عجبكم الطريقه متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله.